بالسادة المشاهدين معانا في برنامجنا بيت المشاهير، والنهاردة معانا حلقة جديدة ولقاء جديد مهم جدا وهنستفاد منه كتير قوي وهنطلع مبسوطين منه جدا زي ما احنا مبسوطين كده. معانا المهندسة الجميلة الراقية الشيك قوي قوي، المهندسة يسرا عواد، صاحبة شركة Z10 ديزاين. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي، نورتينا. نورك، ربنا وكل يخليك. سنة وانتي طيبة. وانتي طيبه وبخير وبسعاده يا رب. عرفي بقى السادة المشاهدين بنفسك. انا مهندسه يسرا عواد، صاحبه شركه Z10 ديزاينز، مهندسه ديكور انتيريور اند اكستيريور ديزاينز. عايزين بقى نتكلم على الديكور والالوان والموضه، يعني هنتكلم بقى كده وناخد منك حاجات. اوكي تمام. زي ما دخلتش بقى كده وقلبت لنا اللوكيشن. هي دخلت ما عجبهاش اللوكيشن، عارف يعني، عارفين جابته كله عليه وطي يعني كده يعني، بس ظبطت لنا علشان بس الحاجه تبقى سامبل شويه، بحب الحاجه تبقى سامبل حب. نتكلم بقى عن الالوان الموضه. ايه اللي نازله يعني؟ الالوان دايما عموما يعني بتحكمنا المساحات في الديزاينز، وعلى حسب اختيارات العميل في الشغل. يعني دايما بتطبقي اختياراته ولا على حسب مثلا ما انت شايفه المساحه؟ لا، تنفع ما تنفعش، ممكن يختار الوان ما تمشيش مع مساحه صغير. ممكن طبعا. لا، مش كل اختيارات العميل مفترض ان انا انفذها، لان انا موجوده علشان اساعد العميل على احسن ديكور واحسن شكل واحسن الوان واحسن خدمه بقدمها له. فمش شرط العميل كل اللي هو بيقوله بيبقى صح. واحد، انا براعي حاجات كتيره جدا للعميل، في اسئله كتير بتتسال للعميل كبدايه شغل. في اكتر من 50 سؤال تعرفي بقى ترتبي عليها الشغل هيبقى عامل ازاي. برتب عليها الشغل بعمل ازاي. لازم اعرف العميل دوت شغال ايه، وعدد افراد اسرته قد ايه، واولاده في سن قد ايه، وشغله بيمتهن ايه، وزوجته بتمتهن شغلة ايه. في اسئله كتير بتتسال للعميل، بترتبي عليها بقى برتب عليها الافكار، الديزاينز اللي هيتعمل واللي هيتنفذ، وعلى حسب الواقع برضو، على حسب المساحه اللي عندي. هل يا ترى المساحه عندي كبيره؟ المساحه بقى بتحكمك طبعا، علشان ممرات الحركه والحيز والديكور والفرش والسراير. في حاجات كتير. بنحب العفش الكتير، بنحب نكربس الدنيا، مش عارفه ليه. غلط. لا، مش صح خالص ان الواحد مش بالعفش الكتير. بالعكس، كل ما بتلاقي المساحه قدامك واسعه وفاضيه وفيها كل حاجه، فيها تفصيله بس سامبل، انت بتبقي مبسوطه اكتر، تبقي مرتاحه، عينك مرتاحه، ماشيه في البيت مبسوطه. الحاجات الكتير بتعمل شكل بالكي للشغل، بتحسي ان انت مش عارفه تمشي ومش عارفه تشوفيها بطريقه شيك. فمش مستحبه عموما. بس دايما العرايس او اهل العروسه لازم السفره مع النيش مع الترابيز، مش مهم بقى هي هتتحط فين، هو المهم ان احنا نكمل كل حاجه. لا، مش مستحب، مش بكتر الحاجه، علشان هي عروسه. مش لازم كل حاجه تبقى موجوده اصلا. لان هم بيبتدوا حياتهم اتنين، فعايزين الاساسيات، سفره صغيره، يعني ليفينج صغير، غرفه نوم متكامله ليهم، فيها دريسنج وفيها كل الامكانيات ليهم، يعني مكان للصالون، سواء مودرن او نيو كلاسيك او بوست مودرن او. هو احنا فعلا ينفع نجمع ما بين الكلاسيك والمودرن؟ مدارس يعني ينفع نجمع ما بين الاثنين، نعمل ميكس كده؟ ينفع طبعا، زي النيو كلاسيك او بوست مودرن. ينفع طبعا نجمع ما بين الاثنين مع بعض، بس بالوان ومقاييس معينه. لازم الوان معينه، لازم الوان معينه ومقاييس معينه علشان ادمج الاثنين مع بعض. بالظبط كده. فمش شرط ان احنا يعني نحشي بيوتنا كلها فرنيتشر. لازم الحاجه تبقى هاديه وسامبل انا شايفه الموضه دلوقتي كلها المودرن. المودرن طاغي قوي، يعني هو كله دلوقتي بيفرش مودرن، مش عارفه ليه اتنسى الكلاسيك ده، مع اني الكلاسيك حاجه شياكه قوي. عشان مساحه. طبعا الكلاسيك مدرسه، يعني من المدارس القديمه جدا في الديكور. هي مدرسه فرنساوي، طغى عليها المودرن بسبب التعداد السكاني.
بسبب ان الحيز الشقق بقت صغيره شويه، فضغط المودرن عليها علشان بقى فيه تكنيكال جوه المودرن بيساعدك ان انت الحيز الواحد ممكن تستغليه لاستخدامين مش استخدام واحد، بعكس الكلاسيك استخداماته فيها شياكه، فيها رقي، فيها ديزاينز جميله، هو شيك، هو جميل. المودرن ديكور آه ولا عفش آه يعني بصراحه، يعني انا لا، شايفه هي أذواق. كل البيوت دلوقتي بتفرش كده. لان البساطه والمساحه مش بتساعدنا. يعني لو المساحه صغيره هتحطي كلاسيك ازاي؟ وهتحطي ستاير وبرائع وشغل انتيك وشغل فرنساوي يعني هتعمليه ازاي في مساحه صغيره؟ استحاله تقدري تعمليه. لكن في المساحه الصغيره تقدري ان انت المودرن تعملي ديزاين مودرن يعجبك جدا، بالرغم ان انت بتحبي الكلاسيك بس بالوان ملفته، تعملي كاتش للديزاين، فاهمه؟ تشكلي منه بحيث ان انت تطلعي فكره جديده، تقولي والله المودرن جميل ده بالوانه وبشكله ومع الشغل الكونتمبري اللي شغال معاه هيبقى شكله حلو. فلا هيعجبك ان شاء الله. والمودرن بيحب ستاير يعني؟ طبعا بيحب الستاير، بس مش بتبقى بفكره الستاير من شغل البرائع والحاجات دي، صح كده؟ بالظبط، تبقى اخف من شغل البرائع كتير، بيبقى الحاجات مكمله للفرنتشر الموجود. يعني الانتري مثلا او الليفينج اللي موجود لونه مثلا كافيه اولي، ممكن نعمل مثلا الستاير طبعا من غير برائع من غير حاجه في بيت النور في الجبسون بورت، ونعمله مثلا لونه بيج اوف وايت ايا كان، حاجه سامبل وشيك وهاديه جدا بتكمل الديكور، عشان ما نغطيش على الشكل ونعمل شكل متكامل للديزاين ويطلع في الاخر شكله حلو. بالظبط، لاكتري لازم. بما ان معانا المهندسه يسرا ومهندسه ديكور، لازم بقى نستفاد منك النهارده. يعني في اسئله كتير بتبقى الستات عايزه تعرفها. تمام. عن غرف مثلا الاطفال. غرف الاطفال بتبقى دايما مكركبه جدا، كتب، لعب، لبس، ولما يبقوا مثلا طفلين في اوضه واحده فده بيبقى عامل برضو كركبه كتير. ننظم ده ازاي؟ ننظم ده بوحدات التخزين، وان احنا نعمل ميكانيزم لحاجات بتتفتح وبتتقفل. يعني انا على حسب مساحه الاوضه، يعني لو طفلين مع بعض مثلا والغرفه مش مساحه، ممكن نستخدم السراير الدبل، دي بتوفر معانا كتير في المساحه. بلس ان احنا ممكن نعمل وحدات تخزين تحت السراير، بلس ان احنا ممكن نعمل نحط فيها الزيادات، الحاجات الزياده، اللعب، التايز، الكتب، الحاجات اللي هم بيحتاجوها. بلس المكتب بتاعهم مثلا ممكن نعمل له ميكانيزم للطي وللفتح تاني، بحيث ان هو يبقى مكتب. ممكن نعمل مثلا التي في محطوط جوه الدولاب بتاعهم، بحيث ان هو يبقى ليه مكان، والدولاب بتاعهم فيه وحدات التخزين للملابس بتاعتهم تبقى كويسه جدا على حسب المساحه. المهم ان انا استغل المساحه اللي موجوده عندي اقصى استغلال، بحيث ان هي تبقى الغرفه مريحه للاولاد، وعندي وحدات تخزين فيها ومنظمه، وفيها ميكانيزم لتعدد استخدامي. بس فدوت بيسهل كتير جدا للديكور وللمعيشه بالنسبه للاولاد. نورتينا. الله يخليكي، تسلمي لي. اخدنا معلومات جميله منك قوي بجد وحلوه، استفدنا منك كتير. ميرسي يا رشا، ربنا يخليكي. وانتي قمر حبيبتي، تسلمي لي، اشكرك يعني. ميرسي. نقوم بقى، عندنا فقره المطبخ اللي انا مش مصدقاها، مش عارفه هتطبخي ازاي. يلا بينا. اللي قاعد قدامي ده انا كمان مش عارفه. هنشوف بقى في المطبخ، هنطلع بقى الفن والمواهب في المطبخ. يلا بينا. يلا بينا. يلا.